صديقي المتابع الجميل، خليني اخدك في رحلة لأواخر القرن الماضي، وتحديدا سنة 1999. ساعتها كان العالم كله مهووس بفكرة الإنترنت، وإن العالم هيبقى قرية صغيرة وهتعرف توصل لأي حتة ولأي حاجة من وإنت قاعد في مكانك. وده اللي خلى البنوك والمستثمرين يفكروا إن دي أحسن حاجة ممكن يستثمروا فيها فلوسهم. مين بقى كان أكتر حد مستفيد بالقصة دي؟ أهم شركة في مجال النتورك، ولحد دلوقتي كمان هي أهم شركة، هي شركة سيسكو. طبعا شركة سيسكو غنية عن التعريف، ولو انت ما تعرفهاش فدي شركة بتعمل كل المعدات اللي ممكن تعمل بيها نتورك، زي الراوترات والسويتشات والاسلاك اللي ممكن تنقل بيها الداتا في اي نتورك. وفجأة سيسكو صحيت لقيت الناس كلها عايزة تعمل اكبر نتورك على وجه الارض، وهي الانترنت. فطبعا الطلب على المعدات اللي بتعملها سيسكو بقى غير طبيعي، ووصل سعر الشركة وقتها ل 555 مليار دولار، وبقت رسميا اغلى شركة في العالم. بس بعد شوية كده الناس اكتشفت ان اللي هم بيطلبوه هو اعلى بكتير جدا من اللي احنا محتاجينه عشان نوصل الانترنت لكل حتة في العالم، وان المطلوب اقل بكتير من المعروض. وساعتها شركة سيسكو خسرت 80% من ثمنها في الازمة دي، وده اللي اتسمى بعد كده بفقاعة الدوت كوم او الدوت كوم بابل.